لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الآن السيرة الذاتية لسيدي محمد الإفطاوي الإدريسي، يلقيها عليكم الأستاذ فتحي فوز الضيف، فليتفضل مشكورا. عدينا ما يصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السادة الأفاضل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد لنا عندما نتعرض لسيرة الشيخ الإمام النحوي المفسر الشيخ الإفطاوي رضي الله تعالى عنه وارضاه، نقول عندما تدنو من مركب الشيخ الإفطاوي تلوح لك قبته الخضراء وتظهر على بوابته الأنوار الخضراء المستمدة من قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتستمع لأغاني المنشدين يرددون لأحباب المدينة النور بينادينا من ساحة الإفطاوي إمامنا ورحيمه. وإذا وصلت للمقام وقضي المرام تتنسم عبق التاريخ متذكرا أن الإفطاوي هو العالم العامل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإفطاوي أيها الإخوة من العلماء الأجلاء الذين تشرفت بهم البلاد. والإمام الإفطاوي رضي الله تعالى عنه وارضاه نزح من المغرب الأقصى من جنوب المغرب حيث تكونت الدولة الإدريسية. والدولة الإدريسية نسبة إلى مؤسسها الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم وارضاه، فسميت بالدولة الإدريسية. وقرب انهيار الدولة الإدريسية في بلاد المغرب كان يهاجر الأشراف من هذه الدولة، بالطبع أنهم أشراف، فكانوا يهاجرون إما بسبب حب المشرق العربي حيث موطنهم الأصلي، وإما للحج حيث يخرجون للمغرب ويمرون بمصر ثم يعبرون ميناء عزاب اللي هو قرب سيدي أبو الحسن الشاذلي في حميصرة، ميناء عزاب على البحر الأحمر، ومن ميناء عزاب إلى ميناء جدة المقابل له، ثم يحجون. فمن يعجبه المكان
يستمر ويعيش فيه ويتوالد ويعقد. فالشيخ الإدفوي طبعا نتيجة الهجرة إلى الحج أعجبت العائلة من المغرب، وعندما جاءت إدفو والمناخ حالة الجو حالة الطقس مقاربة للمملكة العربية السعودية ولإعراب الجزيرة العربية، فعاشت هذه الأسرة في إدفو، وولد الشيخ محمد الإدفوي، محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الإدفوي، سنة 304 هجري في صفر، سنة 304 هجري. الميلادي في سنة 916 ميلادي ولد الشيخ الإدفوي 304 هجري، وتوفى سنة 938 ميلادي، سنة 388 هجري، يعني عن تقريبا ما يناهز سن 88 عاما انتقل الإدفوي. طبعا الإدفوي كان يعمل بتجارة الأخشاب. أي إنسان متصوف أو أي إنسان عالم وزاهد لابد له من عمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإدفوي شيخنا وجدنا يعمل بتجارة الأخشاب، وسفرياته كثيرة من إدفو إلى مصر. تعلم الشيخ الإدفوي في عهد الدولة، طبعا نشأ الشيخ الإدفوي في عهد الدولة الإخشيدية الخاضعة لظل الخلافة العباسية. الشيخ الإدفوي تعلم في مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد أنشئ في مصر، ثم تعلم في المسجد الطولوني، مسجد أحمد بن طولون، وهذا المسجد معروف لدى العلماء بأنه ملتقى أهل المغاربة. أهل المغاربة يلتقون بمسجد أحمد بن طولون في مصر. ثم بعد ذلك انتقل للتعليم في الأزهر الشريف. طبعا بعد المسجد بلد مسجد عمرو بن العاص الذي أنشأه عمرو بن العاص في الفسطاط، ثم المسجد الطولوني الذي أنشأه أحمد بن طولون، وهو ملتقى العلماء المغاربة. كل اللي بيأتي من المغرب بيلتقي في المسجد الطولوني. ثم جاءت الدولة الفاطمية، ولذلك بنطلق على الشيخ الإدفوي الشيخ المخضرم. الشيخ المخضرم لأنه عاصر خلافتين، تربى وولد في ظل الخلافة العباسية، ثم عاش في ظل الخلافة الفاطمية، لذلك يطلق عليه الشيخ المخضرم. خلافتين، الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية. هذا هو الشيخ الإدفوي، وكانت سفرياته كثيرة، وصاحب الشيخ أبو جعفر النحاس وهو من أساتذة اللغة العربية. والشيخ الإدفوي رضي الله تعالى عنه وارضاه من العلماء العاملين بكتاب الله وبسنة رسوله. ويطلق عليه الشيخ القفطي الوزير أنه سيد عصره في مصره وغير مصره. الشيخ الإدفوي سيد عصره، سيد القرن الرابع الهجري. الشيخ الإدفوي سيد القرن الرابع الهجري في مصره وغير مصره. في مصر يعني في مصر، وغير مصر في أي إقليم أو في أي مصر من الأمصار الأخرى. فقد كان سيد عصره في مصر وغير مصر. هذا هو الشيخ الإدفوي الكثير من العلماء. الشيخ الإدفوي له مؤلفات كثيرة، منها 120 مجلد في تفسير القرآن. وقد يعتقد البعض أن تفسير القرآن يعني معناها أن 120 مجلد دول فسر فيهم القرآن. لا، اسمه المجلد في علوم القرآن، اسمه الاستغناء في علوم القرآن، وهو 120 مجلد. الاستغناء في علوم القرآن معناها أنه جمع
كل علوم القرآن التي تخدم التفسير، هو فسر سورة الفاتحة، ولكن مجلد الاستثناء 120 مجلد في الاستثناء في العلوم التي تخدم بابنا لمفسر القرآن الكريم، لأنه لا بد وأن ندرس هذه العلوم التي ألفها وكتب فيها الشيخ الإفراوي. يبقى الشيخ الإفراوي أتى في علوم القرآن من سواء محكم أو متشابه أو نزول القرآن، نزول السورة في مكة أو في المدينة، أو مجازات القرآن أو الناسخ أو المنسوخ، كل هذا كتبه الشيخ الإفراوي في 120 مجلد. واحد يقول لي طب هو يعني يفسر؟ لا، هو ألف فيما يخدم التفسير، يعني لابد لمفسر القرآن الكريم عشان المفسر يفسر الآية وسببها وكذا وكذا وكذا، لابد أن ندرس هذه العلوم، لابد أن ندرس علوم القرآن حتى يفسر القرآن. فإذا هو فسر ألف العلوم التي تخدم تفسير تفسير القرآن الكريم، 120 مجلد في تفسير القرآن، في علوم القرآن الكريم. اسمها علوم القرآن، يعني لما حد يناقشها من العلماء تفسير الشيخ الإفراوي فسر سورة الفاتحة. ومعانا رسالة ماجستير، في هنا رسالة ماجستير من المملكة العربية السعودية قام بكتابتها طالب سعودي من جامعة الإمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي من كلية أصول الدين بالرياض، قسم القرآن وعلومه. عنوان رسالة الماجستير: الإفراوي مفسرا وتحقيق سورة الفاتحة من تفسير. رسالة ماجستير من إعداد الباحث عبد الله بن عبد الغني الكحيلة، إشراف فضيلة الدكتور أحمد حسن فرحة الأستاذ المساعد في جامعة الكويت، دي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان الإفراوي مفسرا، بعنوان الإفراوي مفسرا، دي من جامعة الإمام محمد بن سعود. طبعا دي رسالة فقهية أصلا بتتكلم في علم الفقه. ليه؟ لأنه الشيخ الإفراوي كاتب رسالة اسمها الإقناع في أحكام السماع، الإقناع في أحكام السماع. هذه الرسالة التي كتبها الشيخ الإفراوي بتتكلم عن القراءات السبعة في القرآن. القرآن الكريم له 7 قراءات، ويعدها البعض 10 قراءات في الشواذ، يعني في 3 قراءات شواذ وفي 7 قراءات أصلية. الشيخ الإفراوي طلع رسالة، ألف رسالة اسمها الإقناع في أحكام السماع، وهي في قراءة القرآن الكريم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. بقول إنه مثلا في آية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. دي قراءة من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، دي قراءة. في قراءة ثانية من 7 قراءات بنقول إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من نفيس، يعني من أحسنها. الجهنات الآية بتقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من نفوسكم، منكم وعليكم. القراءة الثانية بتقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أحسنكم. هذا هو اختلاف القراءات. ده مثال لاختلاف القراءات المعتمدة اللي هي ال7 قراءات. في آية ثانية برضه بتقول ولقد أمرنا مترفيها. القراءة الثانية بتقول إيه؟ ولقد أمرنا. يبقى في فرق بين أمرنا وأمرنا. أمرنا يعني الأمراء اللي فيها فسدوا فيها، لكن أمرنا يبقى في أمر صادق بالفساد. يبقى في فرق بين القراءة أمرنا قراءة وأمرنا قراءة أخرى. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. ده بالنسبة للقراءات اللي كتبها الشيخ الإفراوي. إذا نحن عندنا مجلد الاستغناء في علوم القرآن، في تفسير علوم القرآن، ألف فيها لما يخدم التفسير وليس تفسير، إنما ما يخدم
التفسير، ولا غنى عن أي مفسر في القرآن الكريم لابد أن يدرس هذه العلوم التي على 120 لا شيء. الشيء الثاني بالنسبة للفرض زي ما احنا قلنا الإقناع في أحكام السماع، في أحكام سماع قراءات القرآن الكريم السبع. الشيء الثالث أنه ألف مجلدة في علوم النحو، وهي بالضبط يعتبر نحوي ومفسر، يعني بيفسر القرآن. لما يفسر القرآن بيفسره عن طريق الايه؟ عن طريق النحو، عن طريق الإعراب. إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هتفرق لو قلنا إنما يخشى الله من عباد العلماء، هتفرق فين؟ إنما يخشى الله، إنما يخشى الله يبدأ العلماء بيخشوا مين؟ الله. لكن لو أخطأنا في إعراب النحو وقلنا إنما يخشى الله، يبقى الله هو اللي يخشى عز وجل. طبعا ده مش ممكن إن الله يخشى العلماء، إنما العلماء هم الذين يخشوا الله. إذن النحو يا جماعة ليه دور كبير في تفسير القرآن. النحو ليه دور كبير في تفسير القرآن، زي ما قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى العلماء هم اللي بيخشوا مين؟ بيخشوا الله، لأن الله مفعول إيه؟ مفعول. لما لو قلت إنما يخشى الله العباد، الله هو الذي يخشى العلماء، فطبعا حاشا وكلا أن يخشى الله العلماء. ده التفسير عن طريق الايه؟ التفسير عن طريق النحو. طبعا في بعد كده في ناس بتتساءل بيقول فين تفسير القرآن، فين الاستغناء؟ في مستشرق الانجليزي اسمه سيسكين بيقول انه وجد هذه التفاسير في علوم الاستغناء. المجلد الاول فقط في سليم اغا، ولكن هو في سليم اغا في اسطنبول في تركيا 3 مجلدات اخرى. والمجلد الرابع رقم 564 ورقم فيه 456 صفحه. المجلد الخامس برقم 65 ورقم 456 صفحه. ورقم المجلد السابع برقم 66 ورقم فيه 456 صفحه. دي مجلدات الاستثناء وكلها موجوده كامله ومحصوره في مكتبه فاتح في تركيا باسطنبول. دي مؤلفات الشيخ الإلكتروي. طبعا الشيخ الإلكتروي تكلمت عليه الكثير والكثير، والحمد لله انه الشيخ الإلكتروي توفى وانتقل رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 938 ميلادي، سنة 388 هجري، وكان من الناس العلماء العاملين، ويعتبر في القرن الرابع هو شيخ الإسلام. زي النهارده شيخ الأزهر، لا، الشيخ الإسلامي في القرن الرابع الهجري هو شيخ الإسلام، وكان سيد عصره في مصر وغير مصر. ودعواتنا للجميع بالتوفيق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن شيخنا وعن جدنا الشيخ الإلكتروي، ونقول أنه ليس تمايز بيننا، وكما قال الرسول أنا جد كل عارف وتقي، إنما هو للتشرف بأن يكون إمام الإسلام وإمام المسلمين ومفسر القرآن الكريم منذ القرن الرابع الهجري، وفي العصر التابعين من خلفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيخنا وشيخنا الإمام النحوي الشيخ الإلكتروي الإدريسي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أختم قولي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي بنور الله
الليل